مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معنا، وهذه المتابعه لزياره السيد الوزير الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه لمحافظه الاسماعيليه، واستقبال السيد اللواء احمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيليه لسيادته، ومتابعه للمؤتمر الصحفي الذي عقده السيد المحافظ والسيد الوزير. انا من ساعه ما رجعت من شيكاغو جالي 3 جهات مهمين جدا. جالي كارفور، اتفقت على استثمار ب 2 مليار جنيه وشغل 20,000 بوست عمل. نعم. ولأول مرة اتفقنا ان احنا هنعمل 10 مناطق خارج القاهرة. 10 مناطق. ولأول مرة بدأ الحديث عن ان احنا هنعمل مناطق لوجستية، مناطق لشبه الجملة هيتولى. انا اللي يهمني في هذا الامر امرين: تشغيل الناس، خلق فرص عمل. نمرة 2 تطوير وتحديث التجارة الداخلية في أماكن خارج القاهرة. المجموعة الثانية اللي جت مجموعة صحفية كبيرة جدا لها أعمال في أكثر من 20 دولة. المجموعة دي أبدت استعدادها ليه لومبورج؟ ليه شركة لا غير بلومبورج؟ حددنا بكام اللي هو العيش. استعدادها للاستثمار. انت عارف انه رغاي والانتاج في مصر. لا يا فندم، مناطق كتيرة وفي مشروعات ذات صلة بقناة السويس اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي مركز الجلال العالمي اللي خايف يكون عندنا انتشار ومناطق. امبارح بالليل وانا راجع من دمياط الساعه 9 مساء رجعت، كان عندي لقاء مع مجموعه اماراتيه جايه مخصوص من ابو ظبي، كانت امس وسافره بكره عشان هتعمل معايا لقاءين. اللقاء الاولاني تم امبارح بحضور رئيس مجلس الوحده الاقتصادي العربي. حضور رئيس مجلس الوحده الاقتصادي العربي تم هذا اللقاء، هم ممثلين غرفه التجاره في ابو ظبي ومجموعات كبيره من رجال الاعمال، وقالوا احنا هنتكلم على استثمار قطاع خاص، وابدوا رغبتهم في الاستثمار في المشروعات اللي طرحتها في دمياط في السويس والاسماعيليه وبورسعيد تحديدا. كان الكلام عن مينا دمياط بالتفصيل، وهيجوا لي بكره تاني نستكمل هذا الاتفاق. طولوا بقائهم في مصر يوم، هم كانوا جايين مخصوص لهذا اللقاء، وده لقاء مهم جدا لان بنتكلم على توجه مختلف للاستثمار غير الحكومي، استثمار من قطاع خاص ممثل للغرف التجاريه اللي بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بمعالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي في محافظة الإسماعيلية، وفي تشريفه لينا بتوقيع بروتوكول بين محافظة الإسماعيلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وتواصلوا مع العاملين في محور قناة السويس، سواء كانوا مهندسين أو فنيين أو عاملين، بقافلة أترك لمعاليه شرح ما بداخلها أو شرح أو تفصيل اللي فيها إيه. هي موجودة دلوقتي شرق القناة عشان بيهديها معالي الوزير للعاملين بقناة السويس. بنشكره على هذه اللفتة وبنرحب بيه داخل المحافظة، وإن شاء الله يكون دايما تواجد سيد وزير التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بالخير وبكل خدمة جديدة لأبناء المحافظة والعاملين بقناة السويس الجديدة. وأهلا بحضرتك، وأهلا بكل المرافقين لحضرتك، وأهلا بكل السادة الإعلاميين في محافظة الإسماعيلية. اتفضل. اولا انا بشكر معالي الوزير المحافظ اللواء خالد احمد قصاص، وانا ما بقتش غريب عن الاسماعيليه وعن اهل الاسماعيليه. هي يعني بناتي كثيرا الى الاسماعيليه وهي محببه الى قلوبنا، وحبنا زاد للاسماعيليه بعد مشروع القناه
الجديدة، قناة السويس الجديدة اللي مركزه الإسماعيلية. أصبحت الإسماعيلية مقصد الحقيقة لكل من يريد إنه يشوف حلم وطموح مصر في المستقبل. بقت رمز للي عايز يشوف المستقبل إنه يجي هنا يبص عليه ويشوف قد إيه في قدرة للمصريين على إنجاز قوي وسريع أعلى وأسرع من المعدلات النمطية، في رسالة بتقول إن إحنا نقدر، إحنا في مصر نقدر نعمل اللي إحنا عايزينه، نقدر نغير بلدنا للأحسن. إسماعيلية بقت هذا الرمز. مصريين دايما في مثل هذه الأوقات يقدروا يثبتوا لنفسهم الأول ويثبتوا للدنيا كلها إن مصر لسه مصر بقوتها وبقدرتها، إن فعلا برمز هذا المشروع غير بفائدته الحقيقية لكن برمزه أيضا هنقدر نشوف المستقبل بشكل مختلف. فعلا مصر مستقبلها هيتغير وهيتغير بالأحسن بإذن الله طول ما احنا قادرين نتحرك بخطوات أسرع بكثير من التقليد. الإسماعيلية هي رمز الآن وهي مظاهر. أنا سعيد طبعا إن أنا أجي الإسماعيلية هذه المرة وأكون لي الشرف إن أنا أزور هذا المشروع، مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وأقابل السواعد الشريفة اللي بتقوم على هذا العمل والرجال اللي قدروا يحولوا هذا الحلم إلى حقيقة بمعدلات سريعة. الحقيقة قناة السويس طبعا هو المركز في الإسماعيلية، لكن الإشعاع بيمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. بالأمس كنا في دمياط وفي رسالة بتقول إن إشعاع قناة السويس يصل إلى دمياط وأبعد من ذلك طبعا بكثير. كنا في زيارة إلى ميناء دمياط، شفنا قد إيه إن ممكن تقام مشروعات كبيرة جدا في ميناء دمياط، وتحدثنا في هذه المشروعات مع هيئة ميناء دمياط وكيف يمكن أن ترتبط هذه المشروعات بمشروع قناة السويس الجديد. وما حدث بالفعل أن يعني بعد ما عدت من هذه الزيارة ساعة مساء كان لي لقاء مع مجموعة من المستثمرين أتوا خصيصا إلى مصر في رسالة من قطاع خاص عربي مهتم بالاستثمار في مصر بقوة وبشدة، وخاصة في مشروعات مرتبطة بقناة السويس ومرتبطة تحديدا بالمشروعات التي نطرحها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، لتحويل مصر إلى مركز لتجميع واستقبال الحبوب والغلال والسلع الغذائية لكي تكون سلة للغذاء ولتموين المنطقة المحيطة وليس فقط تموين محافظات مصر. ده مش حلم صعب التحقيق، ده يتحقق. حكم الجغرافيا، حكم اللوجستيات، حكم مشروع قناة السويس، هنقدر بإذن الله نعمل مناطق كبيرة جدا للاستقبال وللتخزين ولإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد. نقدر نتعاقد بفكر للتفاوض الجماعي، هنقدر بإذن الله نعمل بورصات سلعية خلينا نتحكم في مثل هذه الأمور. ترجع مصر تاني هي المركز وما تستحق مصر، حكم علاقتها بالدول العربية، حكم علاقتها بالدول الأفريقية في اتفاقات تجارة، حكم علاقتها بالدول الأوروبية في اتفاقات تجارة، حكم موقعها اللي هيقدر يخليها مركز متحقق لهذا الأمر. فده أمر مهم جدا ورسالة بتقول إن المستقبل إن شاء الله ممكن يتحرك في اتجاه أفضل. أيضا الإشعاع وفي ذات اليوم النهاردة السويس شفنا اللي ممكن يكون أيضا يحدث في هذه المدينة من مشروع قناة السويس. وأيضا كان هناك حديث في هذه المحافظة الباسلة السويس وإمكانيات عمل المشروعات المرتبطة أيضا
بذات الأمر، وهي عمليات استقبال وتجميع أصناف مختلفة من السلع التي يطلق عليها سلع استراتيجية والتي تحتاجها المنطقة كلها، وكيف يمكن ان احنا نكون هذا المركز اللي بيدور حول مشروع قناة السويس. النهارده احنا في الإسماعيلية وهي مركز آخر هام جدا. بنتحدث في هذا الاتفاق الكريم من محافظة الإسماعيلية ومن محافظ الإسماعيلية النشيط المهتم بأمور استراتيجية على مستوى أكبر، إن احنا نبدأ نعمل نواه لمناطق تجارية ولوجستية تكون في الإسماعيلية على نطاق كبير. وبالفعل تم الاتفاق مع أحد السلاسل الأكبر على مستوى العالم في أن تضخ استثمارات كبيرة في مصر قوامها 2 مليار جنيه لكي تقوم بعمل هذه المراكز بنظام معين يضمن تشغيل في ال10 مراكز 20,000 أو ما يزيد من المصريين. ويمكن هو التحدي الأساسي اللي احنا ممكن نتكلم فيه وهو منتهى أي عمل بنقوم به هو إن احنا نشغل الناس. يعني ما ينفعش إن يبقى همنا التوظف والتشغيل. كل أسرة، كل أب وأم عندهم ابن أو بنت علموهم وربوهم ودخلوهم المدرسة والجامعة، خرجوا بيلفوا معاهم عشان يجدوا فرصة للشغل، معرفة تشغلهم. لا، احنا عايزين ان فرص العمل تكون فرص عمل حقيقية في أنشطة بتخلق فرص العمل، وهي الأنشطة المرتبطة بالتجارة واللوجستيات، وهو الجناح الهام جدا من جناحي وزارة التموين والتجارة الداخلية، هو الاهتمام بهذا الأمر اللي هناخده على عاتقنا بإذن الله إلى أن نحقق فيه تقدم كبير. اليوم أيضا هنوقع هذا الاتفاق مع المحافظة. هنبدأ في الانطلاق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، المنوط به تنمية التجارة وتحديدها، علما بأن التجارة قدرتها على خلق فرص عمل بتزيد 50 ضعف، 50 مرة عن الأنشطة الأخرى. بتزيد في توليد فرص العمل، يعني نفس المبلغ اللي ممكن تدفعه ويولد فرصة عمل واحدة. يعني إذا كان فرصة العمل تحتاج 1,000,000 جنيه في بعض الأنشطة، فرصة العمل في الأنشطة ذات الصلة بالتجارة واللوجستيات تحتاج من 20 ل 50,000 جنيه، أي 50 ضعف. بالأنشطة اللي بنتحدث فيها في المطور التجاري اللي هنعمله إن شاء الله في الإسماعيلية، فرصة العمل بتحتاج حيز حوالي 20 متر مربع، ودي أرقام مهمة جدا لأن ده بيبين لنا القدرة على توليد العمل. توليد فرص العمل في التجارة واللوجستيات هو القادر على قيادة الاقتصاد، لأن الصناعة إن لم تجد لوجستيات وتجارة تصاب بشلل وعدم قدرة على النفاذ إلى السوق وعدم قدرة على إكمال الدورة المالية الخاصة بها، وبالتالي يحدث نوع من الكساد الذي يؤدي إلى مزيد من البطالة المرعبة التي يعني ابتلي بها هذا الشعب، وهي بطالة الأفضل، بطالة أحسن ناس، بطالة الشباب. ففي مصر للأسف لدينا نوع خاص من البطالة وهو بطالة الأفضل، لأن أحسن ناس هم اللي ما بيشتغلوش. أكثر ناس ما بتشتغلش هي الشباب، وللأسف أكبر بطالة مركزة في الشباب في سن من 25 ل 30 سنة. وسط هؤلاء الشباب أكثر بطالة مركزة في المتعلمين. فإحنا في حالة غريبة من البطالة، لابد من التعامل معها وبقوة، بعملية وليس بشعارات. إحنا نحط على الأرض مشروعات، نتحرك بفكر مفتوح. وأنا بكرر تاني شكري لمعالي المحافظ في هذا الفكر السباق
اللي بيفكر فيه لمصلحة ليس فقط أهل الإسماعيلية وده أكيد، لكن كمان لأن ده بيضع نموذج للتطوير داخل مصر. أنا بوجه شكر لكل الحضور، زملائي في الوزارة، للإعلاميين اللي بيتعبوا معانا كتير لأن إحنا بنلف كتير وبنروح أماكن مختلفة. يمكن كنا الصبح في المساء في دمياط وليلا في القاهرة وصباحا في الإسكندرية وبعد كده في السويس ثم الإسماعيلية ثم مرة أخرى إلى القاهرة ثم يعني بعد كده في